السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكون اللي بحالي توحشات هاد الأطباق ديال زمان، الأطباق التقليدية، الأطباق ديال الزمن الجميل، الأطباق اللي كانوا مع الأمهات والجداوات والحباب والعمام والخوال مجموعين. كيف ما كتشوفي سيدتي في هاد الصورة هادي هاد السفة تقليدية ديال أيام زمان. أنا اعتمدت أنني نبطئ الصورة باش تشوفي سيدتي ال- الحطة ديال هاد السفة هادي التقليدية، بلا قوة الزواق، بلا لا كتقاديها غير بيديك ولا كديريها في شي غطا تاع الطاجين وتجيك خطيرة بهاد الشكل هذا. اللي كانوا الأمهات كيبدأوا غير بداكشي اللي عندهم، كيبدعوا بيدياتهم، بلا قوالب السيليكون، بلا المولات اللي كثروا دابا. داكشي بريستيج، حتى هو زين، حتى هو في الحطه كيجي هماوي، ولكن هادشي التقليدي انا بعدا كيعجبني بزاف. واللي متفقه معايا تخلي لي كومونتير، ونشجعوا بعضياتنا ونرجعوا لهاد الاطباق التقليديه اللي بدات يعني كتنقرض شيئا ما. وبداو هاد السيدات المبتدئات ما كيعرفوش بزاف ديال هاد الاطباق التقليديه، وما كيعرفوش زعما يوجدوهم. نتعاونوا كاملين ونرجعوا هاد الاطباق هادو. واللي عنده شي طبق تقليدي عريق يعني كتعرفوا من جد جد، من السلاله ديالو، يعني القدام، نجبدوا دوك الاطباق القدام الاولين ونعتمدوهم ونقدموهم في القنوات ديالنا، وكل وحده تعطي اقتراح ديالها. وما كرهناش نديرو لايفات بهاد الاطباق هادو. غادي نحاول ما امكن نفتح لايف ونقدم فيه طبق تقليدي قديم. نقدروا نبداو بهاد السفه هادي اللي دابا دارجه بزاف ورجعوا ليها الناس كتار، يعني زوينه بزاف وبنينه وما فيهاش قوه الزواقي. يعني سيدتي كتزوقي باش ما اللي عندك في الدار. هي كانت زمان كيديروا الناس غير سكر كلاصي والقرفه. انا الا شفتو هنا ما درتش القرفه كتير بزاف، لان الناس اللي غياكلوها ما كيحبوش القرفه، يعني غير شريتها شويه من السكر كلاصي. نتمنى الله هذا الفيديو يعجبكم. هذا اقتراح، اعطيوني رايكم وشكرا على المشاهده.